بصوا العظمة، ما شاء الله ما شاء الله، بصوا الجمال. الله هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. صلوا على النبي بأي حاجة. نخش في الموضوع على طول. بنص كيلو دقيق عملنا 17 قطعة، والقطعة بره بقى ب5 جنيه. احسبوا بقى 5 في 17 واحسبوا انتوا بقى. قبل ما نبدأ المقادير، ما تنسوش تصلوا على النبي. جبنا كوباية، حطينا فيها 3 معالق سكر وكيس خميرة فورية، وحطينا في الكوباية مليناها مية دافية. دي طبعا ايه؟ الخميرة. نيجي بقى للأساس. عملنا نص كيلو دقيق، يعني طلع 4 كوبايات ونص. هننخله كده، هننخله في الطبق كده كويس. ندخل النص كيلو دقيق كله اهو. بعد ما نخلناه حطينا نص معلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر. يبقى الدقيق بعد ما نخلناه، نص كيلو دقيق بعد ما نخلناه حطينا نص معلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر. معلقه بيكنج باودر صغننه صغننه. جبنا بقى كوبايه الخميره. بعد ما خمرت خلاص اهي، نزلناها على الدقيق والبيكنج باودر والملح. وجبنا ربع كوبايه زيت. يبقى كده نص معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر، كوبايه الخميره، ربع كوبايه زيت. كل ده حطيناه على النص كيلو دقيق المنخول. ولمتهم بقى بتعجن بقى العجين، بتلمه كله. اهم حاجه العجن. فضلت بقى تجيب من الجناب وكده. قعدت حوالي 10 دقايق عجن. اهم حاجه العجن. اهم حاجه العجن. ما بتقول لكم اهم حاجه العجن. هنا بقى اهي بعد ما لمتها، بصوا بقت ما شاء الله، وملمسها كان ناعم وكانت طريه جدا. جينا هنا بقى اهي بعد ما خلاص هتحطها بقى في الطبق ده، وهتغطيها تخمر حوالي ساعه كده. هتخمر يعني بعد ما هي عملتها كده. بصوا ما شاء الله ملمسها اصلا جميل وحلو. حطيتها في الطبق، وهتغطيها بالحته بكيس وتحط عليها الفوطه او حته عادي. عندك استريتش حطيه، اللي هو الاستريتش ده حلو برضو حطيه. تقعدوا هتحطوا ساعه. هنا بعد الساعه ما خلصت، بصوا ما شاء الله خمرت ازاي كده بقى. ماما بعد ما خمرت، هي ماما بتعملها كده، بتطلع منها الهواء، وعملتها طلعت معاها 17 قطعه. تقطعها كده بقى لل 17 قطعه. وانا طبعا لازم اشارك بايدي واحرك الطبق بايدي، لازم. واهم حاجه يتغطى العجين، ما يتسابش عشان ما يشققش. زي ما سمعتوا، مش هكرر كلامي. مش 17 قطعه. هو انت مش كنت واقفه وانا بعملها؟ مش هو انت ايه بتقفي ازاي يعني؟ العجوه بقى ماما هنا عملت 17 قطعه وغطتهم بالكيس وبالفوطه كمان. العجوه دي احنا اللي عاملينها برضه. احنا اللي عاملينها، صنع بيتي صنع بيتي. هنا بقى اللي عملت البتاعه دي العجوه برضه 17 قطعه. عملت 17 كده برضه. 17. جابت بقى الزيت وجابت الصينيه ودهنتها زيت. دهنه بسيطه. دهنه بسيطه كده. بصوا بقى والعجين يفضل متغطش، تطلعي كرة كرة وهو متغطش. بالظبط كده. جابت قطعه العجوه وبدات تفردها على ايديها. كانت هي فرده قطعه اللي هي العجين، كره العجين، فحطت العجوه وقامت قافلاها عليها، وبدات بقى تبططها من ورا. تفرجي العجوه كده عشان تبقى في القرصه كلها. تبقى في القرصه كلها. برضه الواحد بيفوتوا حاجات انت بتنبهيني. تجيبي بقى اي حاجه مدوره عندك، غطا ازازه، المتوفر عندك مدور. اي حاجه، انا لقيت غطا ازازه. تعملي دوريه من النص، وبالمقص تعملي فتحات كده زي جناحات من بره. لا جناحات ايه، احنا كده ورده. انت كده بترسمي، بتعمليها على شكل ورده. ورده الله مش يبارك هتفرق جناحات من الورده. تعمل بقى كله نفس الحكايه. تحط برضو العجوه هي على قدها، على قد العجينه. او قافله. اقترحت عليها انا انها تقطعها على البلانشة، وعملتها. مشت باقتراحي.
قلت لها بدل يعني ما تشيليها تبقي محتاسه وتقطعي بالمقص، يعني هي عملت الاتنين ده وده، فنشوفوا ايه بقى الاحسن بالنسبه لكم. بالشكل ده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى تالت واحده اهي، ما شاء الله من نص كيلو عمل 17 قطعه. والطعم حلو وجميل. والطعم تحفه قوي بجد. هي ما قعدتش والله عندنا، احنا مفيش حاجه عندنا بتقعد. بدأت بقى تفردها كده وتجيب الغطا وتعمل الدورية اللي في النص، وبعدين بقى بالمقص تفتح الجنين بالشكل ده. هتعمل بقى كله كده، وعندك الاختيار بين انك تعمليه على ايديكي او على البلانشة او على الرخامة او اي حاجة بالسكينة يعني. اهو دي كده كل الكمية اهي. جبنا بقى في طبق صفار بيضة، صفار مش بيضة كاملة، صفار، وحطينا عليها واحدة فانيليا علشان الزفورة، عشان الزفارة ما تبقاش معلمة في القرص وكده. حطينا عليها واحدة فانيليا، صفار بيضة. ممكن بقى بدل الصفار البيضة ده حبة لبن، ممكن بدلهم حبة مية عليهم حبة نسكافيه، المتاح في عندك اعملي بيه، كله بيدي نفس النتيجة. بالظبط كده، زي ما روفون بتقول لكم كده. زي ما روبان بتقول لكم كده. بالفرشة بقى بدأت تدهن، تلمع بيه القرص. وفي لو في سمسم تحطي، بس انا ما كانش عندي سمسم. أهو كده. بصوا بقى، هتشيلي سمسم وانت ما جبتيش. خلاص بقى خلاص. بصوا بقى هنا بعد ما طلع من الفرن، بصوا ما شاء الله بجد، بس اول ما يطلع تغطوه على طول وهو سخن عشان يفضل محتفظ بطراوته. شفتي كان عامل ازاي؟ اه جميل. لاخر واحده فضل كان طري برضو. انا خبيته من الميه. قاعده بعد ما اكلت بقول لها ما تسيبي لي 2 3 كده بره اقوم احل بيهم. بس يا جماعه والفيديو كده خلص. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.